سلام سلام. قصتي باختصار، انا هي اللي بالصدفه اكتشفت خيانه الزوج الماسون ديالي، ولكن بكيد نسى وبخطه جهنميه رجعت طاقتي وانتقمت منه ومنتصلته. ايوا خليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا قصتي ومجرى فيها وتاخذوا منها العبره. وباش تشاركوا معنا قصصكم الواقعيه تواصلوا معنا عبر الواتساب، وما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما كل جديد. احبكم في الله. انا مريم، في العشرينات من عمري، قارية واعية ومثقفة. قريت في لي كلاس بريباراتوار. هاد الانسانه اللي ذكيه بزاف واللي كنت ممتازه في القرايه ديالي. الوالد الله يرحمه توفى مؤخرا، ولكن ما مشى حتى فرحته بقرايتي وتهنى عليا وعلى مستقبلي. انا وخويا اللي عند والدينا، خويا اللي كان كمل قرايته شحال هادي ومشى كيكمل على برا، ويسر ليه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله دابا راه خدام في بوست ممتاز خارج البلاد. مهمتي بقات معايا، كتكركب معايا مع الوقت. حنا عائله ميسوره الحمد لله، يعني من نهار حلينا علينا وحنا عندنا رزقنا وبالشيط. عندنا الخدامه، عندنا الفيلا، ساكنين بخير، يعني ما خصنا حتى شي حاجه. ماديا ممتازين، حيت الوالد ديالي كان وارث، وفي نفس الوقت كان خدام خدمه اللي كبيره، يعني خدمه اللي مزيانه بزاف بلا ما ندخل معكم في التفاصيل. شاءت الأقدار بأنني من كنت قريبة نكمل قرايتي في لي كلاس بريبا. تعرفت على واحد الشاب، تا هو بالصدفة، في واحد البلاصة اللي كانت راقية بزاف، كنت معروضة فيها وتعرفت على هداك الشاب. ما بغيتش ندخل بزاف في التفاصيل حيت ماشي مهمة. وملي تعرفت على داك الشاب تما بدات قصتي معاه. قصتي بدات فاش طحت عامية، وكانت أول علاقة ليا وأول حب ليا. كيف قلت لكم أنا كنت قراية ومركزة غير على المستقبل ديالي وعلى قرايتي، باش نبين لوالديا بأنني ماشي ديك البنت الدلوعة اللي ما غتنجحش، لا. وكنت كنتنافس مع بنات عائلتي اللي كل وحدة فيهم فين وصلات. كنا واحد العائلة اللي قراية ومعروفة، وعائلة اللي محترمة جدا. ملي تعرفت على هذا الشاب عرفت عليه مهمتي وفرحات به واستقبلاته، وحسينا بانه هو داك الانسان اللي يقدر نكمل معاه حياتي. وما كانش بيناتنا في الأول علاقه كبيره، ولكن تعرفنا، درنا واحد الفتره ديال الخطوبه باش نتعرفوا اكثر. وفعلا نهار على نهار كانت علاقتي به كتزيد تقوى. هذا الشاب اللي حتى هو من عائله جد ميسوره، فايتينا في المستوى، ما نكذبش عليكم. عائله اللي هربانه، وعندهم شركات، وعندهم فروع في بزاف المدن المغربيه، وعندهم رزقهم، يعني ميسورين بزاف. هاد الزوج المستقبلي كان شاد واحد الشركه في مدينه اخرى، ماشي في المدينه اللي ساكنين فيها والديا وساكنه فيها انا. شاد الشركه، والشركات ديال باه في الاصل. باه اللي حتى هو انسان معقول، وكنت كان كيحسب لي بانه هو داك الحاج اللي العمر دار وحقاني وبرزقه وباغي يفرق ورثو على وليداتو في حياته، وداكشي اللي كان. كل واحد داير ليه شركة كيجيريها ماشي بسمياتهم، ولكن كيجيريوها، والحاج هو الباترون. هو مول الشكار، هو مول الشي. مين تناسبوا معانا صراحة حسينا بأنهم الناس متواضعين. ما بخير، ما كانش عندنا شي مشكل. موتة هي انسانه اللي عمرها دار، ما مسوقاش لمرت الوالد ولا تدخل في تفاصيل ديال الحياه الزوجيه، لا 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 لا. عايشه الحياه ديالها، كل مره مسافره في قونت، هي هنا في عمرها، هي عندها بنتها فقد القونت، هي هنا هي هنا. ما كانش عندي معها الحمد لله حتى شي مشكل في ايامات تاع الخطوبه. ما كانتش كتدخل في حتى شي حاجه، كانت باغيه تهنى على ولدها مع شي انسان اللي هو اللي يكون مختارها باش يكون مرتاح معاها. انا على قدر كبير من الجمال، يعني الحمد لله مال وثقافة وجمال، ما كانش فيه ما يتعيب، كمال لله. ولكن أنا كنت عندي حقي من كل حاجة، اللهم لك الحمد والشكر. لحد هنا كلشي مزيان، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن، كيف ما كنقولوا. العلاقة ديالنا ما طولتش بزاف، تقريبا 8 شهور. 8 شهور تخطبنا فيها، تعارفنا فيها، تكاتبنا فيها، وقررنا نديرو فيها العرس. ودرنا عرس الحمد لله اسطوري، عرضنا على الناس من عائلتي ومن عائلتهم، اللي درنا عرس مجموع، يعني كانوا العائلات بجوج. دازت الامور بخير، فوق السر كيف كنقولوا. ما كان حتى شي مشكل، ما كانش غرام د المشكل، ما كانش. كان كلشي هو هذاك. تزوجنا وبدينا الحياه الزوجيه ديالنا.
انا ديك الساعه كنت كملت قرايتي، وكنت مازال باغا نكمل على برا، ولكن من تزوجت صافي حبست. قلت صافي غنحاول نخدم مع راجلي في شركته. هادشي اللي كان موعدني، ما بغانيش نتكرفص، وانا ما كنتش من النوع اللي نجلس في الدار. هو كان باغيني نجلس في الدار ونرتاح، ما نخدمش حتى حاجه، ولكن انا كنت رافضه. فكان موعدني بانه غادي يدخلني للشركه ديالو ولا ديال باه، ونخدم في شي بوست اللي مزيان بقرايتي وبدراعي، ماشي زعما غير هكاك. ولكن كان شرط عليه واحد الشرط، باننا ما نولدوش دابا، حنا مازالين صغار، بجوجنا مازالين صغار. فكان الاقتراح ديالو باننا نخليو الولاد حتى من بعد نتزوجوا، ندوز واحد عامين 3 سنين في الزواج، عاد نشوفوا الولاد، بغينا نتبرعوا نسافروا نخرجوا ندوروا نشوفوا العالم، عاد نفكروا في الزواج. وانا كانت هذه الفكره ديالي، كنت باغا نعيش شويه الحياه ونبرع راسي، عاد نشوف الولاد، لان صغري كله وانا غير القرايه 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 القرايه. دازت الامور بخير في الايام الاولى، كلشي هو هذاك. قصتي بالضبط بدات، واللي بغيت نشارك معكم هي فاش كان زواجنا، عيد زواجنا الاول. ملي وصل عيد زواجنا الاول، تما فين غادي تكون الكارثه. بحكم بان زوجي الماسون عنده شركه في مدينه، ماشي المدينه اللي ساكنه فيها ماما. فكنت انا مره كنمشي نزور ماما، ما كنتش ساكنه حداها، كنزورها مره في شهرين، مره في الشهر، على حسب ظروفي. كنجلس معاها واحد 3 ايام 4 ايام وكنرجع في حالي. انا كنت بطوموبيلتي طبعا، فكنت كنمشي كنبقى ديك 3 ايام 4 ايام. مره كان كيديني هو يجلس معايا نهار ويرجع، مره كنت كنمشي لراسي، المهم. ولكن كنت كيكون ضروري عندي شهر ولا شهرين كنمشي، ضروري عندي ديك 3 ايام 4 ايام، بعض المرات اسبوع، على حسابي. الا كانت الوالده عيانه وكنت مشتاقه ليها كنطول معها بعض المرات. ملي وصل عيد زواجنا الاول كيف قلت لكم، قررت بانني ندير مفاجاه لراجلي، اللي هي انني غادي ندير ليه شي عيد ميلاد رومانسي. ما بغيتش يكون الصداع والضجيج والناس، بغيت ندير انا وياه الراس في الراس. فكنت قلت ليه واحد الكذبه باش يتعطل ما يجيش هذاك النهار. وهذاك النهار خرجت، تقديت كاع داكشي اللي كنت باغا، تقديت الكسيوات جديده، تقديت الحلوى، تقديت داك لي غاطو اللي كيعجبوه، تقديت المالح الحلو، تقديت كلشي اللي كيعجبو، النفافخ الورد القلوبه كلشي تقديت. واحد فعلا كان انسان حنين معايا وكان ظريف معايا، وما كنتش كنحلفهم على شي حاجه وما كيحضرهاش ليا. كانت السعاده المطلقه. ولكن ما خفي كان اعظم، لان في ديك الفتره اللي كنت انا كنوجد فيها، ولا في داك النهار اللي كنت كنوجد فيه بكل فرح، اتت الدار زوقتها كيف ما كنت باغا، باش نفاجئو. ولبست احسن ما عندي وماكيت وصابت شعري في الصالون وكلشي وهذاك. فشنو بقى ليا؟ قلت اننا نختار شي فيلم نتفرجوا فيه انا وياه من بعد ما تسالي السهره ديالنا، من بعد ما نحتفلوا. فمشيت للبيسي ديالو اللي هو سادو حطو في البيرو. هذاك البيسي ملي حليته ما عرفتش المود باس، بقيت انا داير ليه مود باس. بقيت كنخربق. بحكم كيف قلت لكم اختكم شويه زايده نغزه في الذكاء، بحكم قرايتي، فبقيت كنبقشش حتى طحت في المود باس الصحيح. واستغربت علاه داير هاد المود باس هكا معقد، علاش زعما ما فهمتش. وانا اصلا عمرني ما قلبت لا تليفون ولا بورطابل، والثقه فيه الثقه العمياء، حيت من النهار الاول هو اختارني انا، فعلاش غيدير شي حاجه مورايا؟ فما عمرني ما فكرت هكا التفكير ديال العيالات، لا نراقب راجلي، لا ربما كيعرف شي وحده، ربما كيخوني. لا ما عنديش انا مع هادشي. مقتنع بيا ومقتنعه به. النهار الاول كون ما عجبتوش ما غاديش يجي يتزوجني، كون بغى يبقى زهواني راه غادي يبقى، ولا يبقى سينجل راه غيبقى. فملي بقيت كنقلب، حليت البيسي، دخلت كنقلب على في الانترنت على فيلم زوين باش نتيليشارجيه كومسا باش نتفرجوا فيه اونصومبل في الليل. وتنتبهي واحد الدوسي، ويا ريتني ما شفتوش، ويا ريتني ما حليتوش. تما تقلبت حياتي راسا على عقب، و180 درجه، و180 درجه قليله. ملي حليت هذاك الدوسي اللي كان مخبي مزيان، كلاني الفضول وبغيت نبقش مزيان في هذاك البيسي، حيت عمر ما جاتني فرصه اني نقلبه. تما كنكتشف بان راجلي عنده تما فيديوهات مخبيهم، فيديوهات اللي مصورهم في داري وفي فراشي مع البنات. ولكن المصيبه انه ماشي بنات بزاف، انها بنت وحده نفس الشخصيه، غير كل مره كتبدل بيريك وكتبدل المكياج، كل مره بالشعر، كل مره بمكياج، كل مره بلبس مختلف. فإلا شتيها ما حققتيش غتبان لك بحال ماشي نفس البنت، ولكن هي نفس البنت، غير كتحول كلفها. والمصيبه الكبيره انهم مصورين داكشي في الدار، ومصورين داكشي بكاميرا ماشي مخفيه، بالعكس كاميرا واضحه باينه، وهو وياها عارفين راسهم كيتصوروا.
ولك الشيء اللي شفت مقزز، جد مقزز، ما نقدرش ندخل في التفاصيل. كيديروا شي حوايج شادين بهذا المعنى، شي حوايج اللي خاصو كيداروا مع بنات اللي كيتخلصوا بهذا المعنى، بنات الليل ورجال الليل. هي كدير لي شي حوايج اللي كاتاستروفيك خياليين، ما قدرش حتى اللسان يعبر عليهم، وهو كيدير شي حوايج اللي ميمكنش شي راجل حر شرقي عربي مسلم يدير هذاك الشيء. شي حوايج اللي خياليين، خايبين بزاف بزاف بزاف، مقرفين، ما يمكنش حتى نعبر لكم ان تتخيلوا ما تريدون. الماكسيموم ديال الخيال ديالكم فين وصل هو هذاك. وهذوك الفيديوهات كيصورهم يمكن باش كيستمتع بهم من بعد، يمكن باش كيتاجر بهم، يمكن الله اعلم، ما عرفتش علاش مصور هذاك اللي كيقول لك يديرها ويعلم عليها، هي هذه دايرها ومعلم عليها. انا نهاريت حيت ما عشتش في هذا الوسط ومتعوداش على هذا الشيء، ما عنديش مع النفاق ومع الكذوب ومع الزواق والتخربيق. نهاريت بكيت، المكياج يتجلخ، شعري تنتف، كلشي وليت حالتي. جات لقيت اللي غيدخل فيها الراجل، دخل لقاني مصدومه بداك الشيء. بقى كيحزر ويبزر وسمحي ليا وراه هادي وراه الشيطان. والمشكله كاين تواريخ في لي فيديو، تواريخ من بعد زواجنا بشهر، يعني من بعد زواجنا بشهر هادشي كيوقع، وفيديوهات بزاف. يعني كان كل فتره كنمشي فيها انا عند ماما، كل شهر شهرين كنمشي عند ماما، هو كيجيب هذيك خيتي للدار وكيديروا ما لا وطاب من الفساد. ونفس الشخص، يعني علاقه وطيده بيناتهم. الله اعلم واش علاقه ماديه او لا ساديه او لا ما عرفتش. المهم انا نهاريت بقى كيحذر فيا، وداكشي انا ما بغيتش نتحذر ليه. جمعت قشي، جمعت حوايجي. قلت لي دابا غتوصلني ولا غندير فاسي شي كارثه صافي. ففعلا جبد لي، جمعت حوايجي وداكشي وهبطت، خديت سوارتي، قلت ليه وصلني، غير هبط لي حوايجي لطوموبيلتي صافي، ما يمكنش نبقى. قلت ليه خلينا نتكالموا ونهضروا. وفعلا وصلني لطوموبيلتي، مشيت في حالي لدارنا عند ماما، حالتي حاله. هو بقى يندم في راسو، بقى يبكي ويحزر وسمحي ليا وما عرفتش شنو كيطرى ليا، وديك خيتي ما عرفتش شنو دايره ليا، هي اللي لصقات فيا ولصقه خايبه وما عرفتش شنو. وليت تابعها وكنتسنى امتى تمشي عند والديك باش نجيبها، وهذا الشيء ماشي فيا وما عرفتش انا علاش درت هذا الشيء، ولكن انا عندي شي متطلبات اللي انت ما تقدريش عليهم، وديك السيده هي اللي كتلبيهم ليا. ما عرفتش باش نجاوبو، واش نقول ليه. متطلبات انت راك مريض، راك خاصك تعالج اخينا، راه صاحبي راك ماشي طبيعي، وانا كنتي حارمني من الولاد، ما بغيتش تولد معايا قبل هادشي. المهم مشيت لدارنا. ما عاودتش لهم التفاصيل. المهم عرفت انني غضبانه انا وراجلي، باقي يلاه مكمله عام ديال الزواج، ما دخلتش معاه في التفاصيل لان الشهور فضيحه، ما كاين ما يتعاود في هذا الشيء. دازت مده حتى كان كيتواصل معايا، كيحسب لي السيد باغي يحذرني باش يردني. كيفاجئني كيقول لي بانه عاود خيتي، قال لها بانني صافي راني عقت راه تفضحنا، راه عرفت كل شيء. فهي هدات وقالت لي الا تخليتي عليا ولا ما بقيتيش معايا غادي نفضحكم. هي كتعرف با فين خدام، كتعرف هو شنو خدام، عارفه العائله شنو كتسوى، يعني معروفه في السوق. قالت لي غادي نفضحكم وغادي نلوح دوك الفيديوهات، لان قالت لي حامله، وراتو تحلي بانها حامله، والله اعلم واش منه ولا ماشي منه، الله اعلم. قالت لي الا ما تزوجتيش بيا وطلقتي ديك السيده انا غادي نفضحكم، انا اللي خاصني نكون بلاصتها، وانا اللي نستحق نعيش ديك العيشه، وانا اللي نستحق نكون وسط ديك العائله، ماشي هذيك. الا تفرقتي عليا وبقيتي معها غادي نفضحكم وغادي ندلو هذا الشيء في الانترنت ونشوهكم ونمشيو فيها بجوج، ما عندي ما نخسر، انا الحبس الدنيا هانيه. وكيعيط لي كيعاود لي هذا الشيء، كنقول لك واش انت مريض، ساح المشاكل بعيد عليا، انا مالي بهذا الشيء كامل. المصيبه الكبيره، المفاجاه الكارثيه، كنتفاجئ بان باه الحاج اللي كنت متوقع بانه غادي يجي باش يحذرني ويخاصم على باه ويردني لداري، جايب كل قواه العقليه وجايب معاه ولده، وجين عندنا حتى للدار باش يقول لي عافاك بنتي، وقفي معنا وساندينا، حنا الناس معروفين في السوق وعندنا السمعه ديالنا هي اللي خدامين بها. وإلا مشات هادشي تفضح، وديك خيتي مشات لحت لينا هاد الفيديوهات، راه غادي يطيحوا الاسهم ديالنا وغادي نتشوهوا. فدابا غادي تلقاك غير هكا، زعما بحال كنتفلاو يتزوج بالاخرى بما ولدات وصافي، نستروا هادشي، نجمعوا هادشي، وديك الساعه يرجعك. قلت لهم واش بعقلكم كطلبوا مني انا نطلق باش هو يتزوج بنت الزنقه باش تحقق تستركم؟ شنو التخربيق؟ سيروا ديكلاريو بها، سيروا شوفوا ديروا. قلت لي انا اصلا ولدك ما بقيتش باغاه اصلا، عرفت بان السيد عندك مريض، ما بغيتوش اصلا، حلوا مشاكلكم بعيد عليا. قال لي لا، وانت بنت الناس وبغيناك، وانتم ناس عائله العمر دار، ولدي غلط وانا نعترف بالغلط اللي كيدار ولدي، ولكن لا طلع عطا يدك منك واخا تكون مجدامه، ما عندي ما ندير، خاصني نلقى حل لهذا الشيء، نجمع الفضيحه وهذا الشيء خاصني نسترها.
تصدمت في شيخي اكثر ما تصدمت في راجلي. انا شيخي كنت واخد عليه واحد الصوره كبيره. ما كنتش من العاكسين. حسيت بهذا الشيء مطبوخ مدروس شي تخربيقه ماشي تلهي. ما اقتنعتش انه ماشي نوع من داك الناس اللي يستسلم بسهوله للوحده كتهددهم. يعني كاين اجراءات ممكن يداروا، ولكن هما ضحاو بيا انا. انا كان حرمني من الاولاد ومانعني من الاولاد، ما خلانيش نولد. حقا تنضربوا عامل 3 سنين، وهي غير اون فوا حملات صافي نتزوج بها باش نستروا الموضوع ونسدوا الموضوع، ما نتفضحوش في المحاكم. قلت لها غنجرجرك في المحاكم وغندير لك الشوهه في الانترنت وكلشي دغيا خاف منها. حقا خايفين على السمعه ديالهم. انا ما دخلش هادشي لراسي، فقررت نلعبها بطريقتي، ناخذ حقي ومولاها ربي. حقروني ودروني حيط قصير، حيت ما عنديش با اللي دافع عليا، حيت خويا مسافر وما جايب للدنيا خبار وما بغيتش نوصل له حتى شي حاجه. قلت لهم واخا انا معاكم. قلت لراجلي شوف، قبل ما نطلقوا ديال بالعاني حقا حتى تزوج بها هي وتولد، عاد ديك الساعه نرجعوا بعضياتنا. قلت ليه بغيت نمشي ندوز معاك واحد السيمانه، ندوزها في داري، نجمع حويجاتي ونودع داري ونجلس معاك ديك السيمانه ولا يومين ولا 3 ايام، المهم انا وكانتي غير بما قبل ما نطلقوا. قال لي واخا على الراس والعين وفرح وشكرا، وعرفتك انت بنت الناس والرجوله وغتوقفي معايا ونجمعوا هذا الشيء والشيطان كيحضر وبلا بلا 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 بلا. قلت ليه واخا خديتو على قد عقلو، حيت انا نهار خرجت من الدار خرجت بعصبيه ومركزاش، ما كنتش عارفه شنو ندير، ما كنتش واخده قرار. وتما من رجعت بدات الخطه. رجعت عملت معاه عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه. مشيت ديك الساعه، خليته خرج في واحد النهار وجمعت كاع الادله. هو حيت مكلخ خلى البيسي ديالو خلاه بنفس المود باس. دخلت انا درت كلي يو اس بي، فلاشه، هزيت فيها كلشي، شي حاجه كرافيتها في السي دي وشي حاجه هزيت في داك الكلي، هزيت كلشي داك الفيديوهات، كلشي خبيته عندي. ومن بعد صافي دوزت معاه هذيك اليومين، جمعت حويجاتي، جمعت ذهبي، جمعت ورقيات، جمعت كلشي داكشي اللي عندي مهم في ديك الدار، حيت هو الدار كان مجهزه هو مأتتها هو الصراحه. المهم انا جمعت داكشي اللي مهم، ومن هنا دازو. قلت له صافي رجعني في حالي، ودرنا طلاق اتفاقي وتفكيت. خليته حتى تزوج بها كيف ما كان موعدها. وكنت متاكده ان داكشي اللي فكرتها ماشي منه، لان اللي كدير داكشي عندها الحرام عادي، فدير مع 100 واحد. ومن بعد وانا ندير ليها بوم في الانترنت، لونسيت داكشي في الانترنت، وما دركتش وجهه هو، دركت وجهها هي، ولونسيت داكشي كامل فيما كان فيه يا موقع في البلاد درتو ليهم. وانا ضربتها بواحد السلته انا والوالده ديالي، مشينا برا عند خويا. صافي صفيت كلشي داكشي اللي عندنا هنايا، بعت كلشي داكشي اللي عندنا هنا ومشيت على برا. علاش دركت وجهها؟ باش نخليه يفهم بان هي اللي دارت هذاك الشيء. وفعلا كيف ما توقعت انه مكلخ وكيفكر غير حدا نيفو، توقع بان هي دارت داكشي. ومن بعد سقط الاخبار بانه ضربوا وياها، وكبر السوق لانه تشوهوا وباه جر عليه من الشركه، وهو تفرق هو وياها لان صافي داكشي كان خايف منه راه وقع، راه تفضح مع عائلته مع صحابه مع الناس اللي كيخدموا معاهم. كلشي شافوا انه داكشي اللي كيدير فيه ما يمكنش يتشاف. وهي مدرقه وجهها، يعني هي اللي حطت داكشي ماشي انا. وانايا خديت قبل في طلاق اتفاقي، نسيت ما قلت لكم واحد المعلومه، شرط عليه بانني غادي ناخذ حقي ثالث ومثلث. قال لي لا وحنا غادي نعاودو نرجعوا لبعضياتنا. قلت ليه الله اعلم، ولا ما فيتيش بكلمتك انت دابا غدرتيني، حسب لك انك انا مرتك وغدرتيني، لكن طلقتك اش غدير فيا؟ قلت ليه ناخذ حقي ثالث ومثلث. قال لي با اللي بغيتيها انا معاك. حطوا لي 20 مليون فوق الطبله وكمؤخر صداق. عاد طلقت منه ومشيت دابا لبرا انا والوالد ديالي الحمد لله. دابا خدامه، وقف معايا خويا، لقيت خدمه زوينه. بعت داكشي اللي كان عندنا حنا اصلا صفيتو، قررنا نجمعوا انا وخويا وماما. خويا دابا الحمد لله راه زوجناه، امور غادا بخير وعلى خير. خديت الدرس، عمرني من نتغر في شي حد، عمرني ما نهبط من كرامتي على قبل شي حد، وناخذ حقي بحرفه وبالعقل، ماشي بالغوات وبالصداع وبالمشاكل. نهار الاول فاش خرجت من ديك الدار خرجت على نيتي غضبانه، عند بالي غادي يحزروني ويردوني. الساعه هما بغاو ينقزوا فوق مني فوق من ظهري، ولكن الحمد لله بكيت ننسى قدرت ناخذ حقي وشوهته شوهه عالميه. وفي نفس الوقت خديت حقي وخديت الدرس. انا شخصيا خديت الدرس، ومن تما ما بقاو كيعرفوا عليا والو، ما كنعرف لهم على حتى شي حاجه. حاول يتواصل معايا عن طريق شي اصدقاء وشي حد ناس من العائله باش يتصالح ويرجع، ولكن سديت داك الباب سده وحده. لحد الان ما كنفكرش في الزواج ولا في الاولاد، كنفكر في لا كارير ديالي وفي خدمتي وفي قرايتي. كانت هذه قصتي باختصار اللي عاودتها لكم باش نقول لكم فيقوا من القلبه، ماشي اي حاجه كتجي مورا الحب راه حقيقيه. كاين الحب بصح، وكاين الحب الاستغلال، وكاين الحب النرجسي.
قصتنا هنا سالات، نتمنى تكونوا خديتوا منها العبره واستفدتوا منها. ما تنسوناش من ارائكم وتعليقاتكم ودعواتكم، وتسنوني فيديو جاي قصه جديده وخصوصا عبره جديده. احبكم في الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما كل جديد.